السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن قديم، بعد بعث النبي عيسى عليه السلام، وبالتحديد في مدينة نجران جنوب الحجاز، كان هنالك ملك ظالم اسمه يوسف ذا نواس الحميري. وكان هناك غلام قام بشيء غريب، ويعتبر هذا الغلام من المعجزات، لأن ما أحدثه الله عز وجل على يدي هذا الغلام شيئا عظيم قد عجز الكثير من الأنبياء على فعله. فكان للغلام قدرات عجيبة وغريبة، فقد استطاع بإذن الله أن يشفي الأكمه والأبرص، وكانت دعواته مجابة. وقد جعل هذا الغلام مدينة بأكملها تؤمن بالله عز وجل، فرفض الملك إيمانهم، وأمر بحفر الأخاديد وإشعال النيران فيها، ورمى فيها كل من آمن بالله عز وجل. فكيف لغلام أن يفعل كل هذا؟ وكيف استطاع أن يجعل الناس يؤمنون بالله عز وجل؟ كل هذا ستعرفونه في قصة أصحاب الأخدود. وكان لهذا الملك ساحر يفعل كل ما يستطيع من الحيل ليوهم الناس أن هذا الملك هو إله الكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أحد الأيام أخبر الساحر الملك أنه أصبح كبيرا في السن، ولم يعد يستطيع أن يقدم الكثير من الحيل، وأنه يخشى أن يموت فيموت معه سحره. فقال له أن يبعث له غلاما ذكيا ليعلمه السحر، ليصبح ساحرا له من بعده. فوافق الملك على الفور، وأرسل جنودا للبحث عن غلام ذكي. وبعد بحث طويل وجدوا الغلام وأرسلوه إلى الساحر. وجهز الملك للغلام ملابس أنيقة وأموالا كثيرة، ففرح الغلام وشرع في التعلم، وكان كل يوم يتعلم شيئا جديدا، والأموال كانت تمنح له يوما بعد يوم ليخلص في عمله. وذات يوم مر الغلام على صومعة، فسمع صوتا، فدخل ليرى مصدر الصوت، فوجد رجلا يتعبد، فسأله عن الذي يفعله، فقال: أنا أعبد ربي الله. فقال: الله أي الملك؟ قال: لا، هو ربي وربك ورب الملك وخالق الأكوان. فقال الغلام للراهب: علمني عن عبادتك. فبدأ الراهب تعليمه، وشعر الغلام أن كلام الراهب منطقي ويستوعبه العقل. ومن ثم انطلق الولد كالعادة عند الساحر، وأصبح يذهب من منزله إلى الراهب ثم إلى الساحر، ويعود مرة أخرى للراهب ثم يذهب لمنزله. فأصبح يتأخر عن الساحر فيضربه، وإذا تأخر عن بيته يضربه أهله. فقال له الراهب بأن يخبر أهله أن سبب تأخره الساحر، أي أن الساحر قد حبسه. وإذا سأله الساحر عن سبب تأخره فليخبر أن أهله هم الذين حبسوه. وكذلك جرى الأمر، وكبر الولد وأصبح في مرحلة مرتفعة في الدين وكذلك في السحر. وكانت حياته صعبة جدا، فقد كان يقول له الراهب أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وكان الساحر يدعوه لعبادة الملك وتعليمه السحر. فقد كان يسمع كلاما يناقض بعضه البعض، وكان يتساءل أيهما أصح، الراهب أم الساحر. وذات يوم خرج من بيته، وهو في الطريق خرجت دابة فأرعبت الناس، وعندما رآها الفتى علم أنها فرصة ليتأكد أيهما أصح، الراهب أم الساحر. فحمل حجرا واقترب من الدابة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأزح هذه الدابة عن طريق الناس. وفي ذهول من الناس رمى الحجر فأصاب الدابة فسقطت جثة هامدة. فعلم الولد أن الراهب هو الذي على طريق الحق، وأن الساحر على طريق الباطل، وأنه كذاب. فقالوا أن هذا الفتى ساحر مذهل، وبدأوا يتحدثون. فقال الفتى أن هذا أمر ربي وليس سحرا. فذهب الولد إلى الراهب وقص عليه ما حدث. فقال الراهب للفتى: أنك صرت اليوم أفضل مني، وأخبره بأنه سيبتلى ولن يتركوه بهذا الشيء الذي عنده. وقال له: إذا ابتليت فلا تخبر الناس عني، لأن الراهب في ذلك الوقت كان الملك يبحث عنه ليقتله. وعندما ذهب الولد إلى المدينة أصبحت لديه معجزة عظيمة، فأصبح بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص، ويشفي المرضى، ويعالج جميع الأمراض. فوصل الخبر لأحد رجال الملك، وكان هذا الرجل أعمى، فأخذ المال والهدايا وذهب للولد ليعالجه. فقال له الولد: أنك إذا آمنت بالله عز وجل فسوف يشفي. ثم دعا هذا الفتى الله ليشفيه فشفاه.
وأبصر ذلك الأعمى لأول مرة، وزاد إيمانه بالله تعالى. ثم عاد إلى القصر، فانتبه الملك بأن هذا الرجل أصبح بصيرا، فقال له: من أعاد لك بصرك؟ فقال: ربي. فقال الملك: أنا؟ كيف؟ قال: لا، بل الذي أعاد لي بصري ربك وربي. فغضب الملك وأمر بسجنه وتعذيبه حتى يرتد عن دينه، وحتى يعترف بمكان الشخص الذي فعل به هذا. ومن شدة التعذيب اعترف بمكان الولد، فأمر الملك بإحضاره. فعندما جاء قال له: كيف وصلت إلى هذه المرحلة من السحر؟ الساحر الذي قبلك لم يستطع أن يشفي المرضى. فقال الولد: لست أنا الذي شفيتهم، وإنما الله رب العالمين. فغضب الملك وأمر بسجنه وتعذيبه حتى يعترف بمكان الشخص الذي علمه هذا. وبعد مدة من التعذيب الشديد اعترف الولد بمكان الراهب، فأمر الملك بإحضار هذا الراهب. وعند إلقاء القبض عليه عرفوا بأنه الراهب الذي كانوا يبحثون عنه، وعند إحضاره للملك أمروه بأن يرتد عن دينه، فأبى، فألقي به في السجن وعذب عذابا شديدا، ولكنه لم يرتد عن دينه. فأمر الملك بربطه إلى خشبة وتهديده بالقتل، فلم يخضع لهم، فأحضروا منشارا وقطعوا الراهب إلى نصفين، أي أنه مات وهو يعذب. ثم أحضروا الأعمى وقالوا له: إن لم ترتد عن دينك سيكون جزاؤك كجزاء هذا الراهب. فقال: ليكن، مهما فعلتم لن أرتد عن ديني. ففعلوا به كما فعلوا بالراهب، ثم قاموا بإحضار الولد. فقال له الملك: ارتد عن دينك وسأتركك ولن أعذبك. فرفض الولد، فأمر الملك جنوده بأخذ الولد لأعلى قمة في المدينة ورميه منها. وعندما أوشكوا على رميه دعا الولد ربه قائلا: اللهم أكفنيهم بما شئت. فجأة اهتز الجبل فوقع جميع الجنود، ونجا الولد وعاد إلى الملك. فتفاجأ الملك، وعندما علم أن جميع جنوده ماتوا وإلا هذا الفتى نجا من بينهم، أمر جنوده بأن يأخذوه إلى البحر وأن يبعدوا القارب إلى مكان بعيد ويرموه حتى يموت غرقا. وعندما أوشكوا على رميه قال: اللهم أكفنيهم بما شئت. فجأة هاج البحر وعلت أمواجه، وغرق كل من في القارب إلا الولد، ثم عاد مرة أخرى إلى الملك. فاندهش الملك ولم يصدق أن الولد قد عاد إليه مرة أخرى. ثم نطق الولد قائلا: لن تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة وبمواصفات معينة. فأمر الملك بأن يربط الفتى في وسط المدينة بحيث يراه جميع الناس، وأمرهم بأن يرموه بالسهام، فلم يصبه أي سهم منهم. ثم قال الفتى للملك أن يحمل قوسا وسهما وأن يصرخ عاليا قائلا: بسم الله رب الغلام، وسيستطيع قتله. ففعل الملك هذا الأمر، فأصاب السهم الولد ثم مات. والناس رأت كل ما حصل، وسمعوا الملك حينما قال: بسم الله رب الغلام، فعلموا الحقيقة وأيقنوا أن الله ربهم. ثم صرخ كل الناس بصوت واحد: آمنا بالله رب الغلام. فعندما سمعهم الملك غضب غضبا شديدا، وأمر جنوده بحفر الأخاديد، وأمر بإشعال النيران فيها. ومن العلماء من قال أنهم حفروا أخدودا واحدا، فالله أعلم. ثم أحضروا الناس، فمن ارتد عفوا عنه، ومن أبى يرموه في الأخدود. ولكن كل الناس آمنوا إلا امرأة كانت مع ولدها. هي آمنت لكن خشيت على ولدها من العذاب الشديد وترددت، حتى نطق الولد قائلا: يا أماه اصبري فإنك على الحق. وقذف بهما في النار، ورغم العذاب الشديد إلا أن الناس تحملت ابتغاء وجه الله العظيم. وقصة أصحاب الأخدود قصة فداء وتضحية في سبيل الدين، تسطر بدماء الشهداء، ولعنة تصب على الكافرين، ونورا يضيء طريق المؤمنين. وقصة أصحاب الأخدود ذكرت في القرآن الكريم في سورة البروج، حين قال المولى عز وجل: الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. أراكم في حلقة أخرى بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.